مساء الفل وجاسمين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. انا منى ودي قناتي. لو انت اول مره بتشوفيني فانا بقدم محتوى روتيني وكمان وصفات ومعلومات مطبخيه ومنزليه، وكمان ان شاء الله في المستقبل هنناقش مع بعض مشاكل اخواتنا اللي بيسيبوا لي مشاكلهم على لينك صراحه اللي بسيبه في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. تاني حاجه، لو انت اول مره بتشوفيني فانا زي ما قلت لك بقدم معاكي محتوى روتيني مطبخي، وصفات، اكلات اقتصاديه متنوعه، ازاي ندبر وازاي نوفر. بعمل كل اسبوع منيو اسبوعي وكمان ان شاء الله قريبا هنعمل منيوهات شهريه، وكمان حصريا الفتره الجايه هنقدم مع بعض من ميزانيات من اول 1000 جنيه لحد 6000 جنيه. ان شاء الله المحتوى يعجبكم وان شاء الله يفيدكم. بتمنى لو انت اول مره تشوفيني بجد ما تبخليش عليا باشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش تسيبلي كومنت حلو ويكبر بخاطري لو الفيديو بتاع النهارده عجبك ونال اعجابكم واستفدتوا منه بجد. ادعيولي بصلاح الحال، ربنا يصلح حالي وحالكم اللهم امين. النهارده جايين ب7 اكلات مختلفين غير المعتاد. كل مره متعودين معايا يبقى الفيديو صوت وصوره، النهارده جايين بورقه والقلم وهنحسبها ازاي هنوفرها وازاي هندبرها، ازاي هنعمل اكله حلوه واكله اقتصاديه في نفس الوقت. يلا بينا نشوف اول اكله معانا تبقى النهارده عباره عن ايه. اول اكله النهارده معانا هتبقى مكرونه بشاميل. اكله لذيذه جميله خفيفه حلوه بس مكلفه جدا، هنعملها كده اول اسبوع نفرح بيها اولادنا. طبعا الاكله بتتعمل بعد وجبتين اقتصاديين، مش فاهماني؟ يبقى يومين كده حلوين اقتصادي وبعد كده نعمل الاكله الحلوه دي، لان هي بتتكلف معانا في حدود 200 جنيه. طبعا زي ما قلت لكم متعودين معايا تخلي دايما كل اسبوع معاكي ورقه وقلم ونظمي نفسك. شوفي انت هتحبه انت واسرتك تاكلوا ايه في الاسبوع ده، تظبطي كده 7 اكلات. انا هجيب النهارده سمك، فراخ، لحمه. المهم تظبطي بقى ايه اليوم بتاعك عشان خاطر ميزانيتك ما تتخرمش معاكي. الاسبوع ده 7 اكلات دول هيتكلفوا معانا حوالي 650 700 جنيه. اظن في الايام اللي احنا فيها دي مش كتير قوي. تمام. اول اكله زي ما قلت مكرونه بشاميل، بطاطس محمره، شويه مخلل. طبعا اللحمه غاليه، اللحمه ب 300 جنيه، هنجيب نص كيلو 150 جنيه. كيلو مكرونه ب20 جنيه. تاني حاجه اللبن ب20 جنيه الكيلو. آه، هنجيب معاه كيس خلطة بشاميل يعمله من حوالي 5 ل10 جنيه، يعني 200 جنيه، 190 200 جنيه. طبعا لو حبيت تجيبي مخلل هجيبه ب10 جنيه. فالأكلة كلها على بعضها متكلفة 200 جنيه. وزي ما قلتلك الأكل ده اعمليها لما تكوني مثلا عاملة يوم كشري، يوم مسقعة، يوم مش عارف ايه. قوم عاملة الأكلة دي. تمام. تاني أكلة معانا، طبعا أول أكلة اتكلفت معانا 200 جنيه. تمام. تاني يوم بقى هنعمل سمك. طبعا السمك زي ما احنا عارفين اقل حاجه فيه اللي هو البلطي، اللي هو نص كف ايدك كده 80 جنيه. فهنجيب كيلو مشوي هيتكلف حوالي 80 جنيه. هنعمل جنبه شويه بتنجانه مشويه، هنجيب بتنجانه او نص كيلو بتنجان ب5 جنيه. سلطه وممكن تستغني عنها لو الطماطم لسه مرفعه يعني. او لو متوفر عندك مفيش مشكله، او لو حابه هتروح بتاع الخضار تقول اعملي تشكيله ب20 جنيه. والله العظيم زي ما بقولك كده هيحط لك حبيتين طماطم على حبيتين خيار على حبيتين فلفل وهيبقى معاكي احلى طبق سلطه. هنعمل بقى شويه رز ابيض وشويه مخلل وشويه جرجير لو امكن، وبس كده هتتكلف معانا 100 جنيه. تمام. تالت وجبه معانا هنعمل اللهم صل على النبي عجه بالبيض. طبعا البيضه ب5 جنيه، فانت بقى على حسب بقى ممكن تصرف معاكي من 30 ل40 جنيه. 4 بيضات 5 بيضات زي ما انت حابه. هنعمل بطاطس محمره وفلفل مقلي، هنجيب ب5 جنيه فلفل. فهتقليه وهتعملي جنب بطاطس محمره، فهيتكلف معاكي زي ما قلتلك من 30 ل40 جنيه. تمام. اهو يوم عالي قوي ويوم وسط ويوم في النازل قوي. دايما مشي ميزانيتك كده، مبقاش طول الاسبوع رافع يعني الاكله تعدي 200 جنيه ونيجي اخر الاسبوع مش عارفين نعمل ايه او يجيلنا نزنق. انت فاهماني قصدي ايه؟ رابع اكله معانا هنعمل لحمه ولوبيا ورز بالشعريه وشويه ملوخيه. طبعا اللحمه زي ما احنا عارفين هنجيب نص كيلو، مش لازم كل واحد ياخد قطعتين، كفايه قطعه واحده قوي. 150 جنيه. هتجيبي ب10 جنيه لوبيا. الملوخيه متوفره اليومين دول، حاولي تجيبي لك كده رابطه ب5 جنيه او اشتريها او ناشفه هتحبه ب10 جنيه برضو. المهم الاكله دي هتتكلف معاكي حوالي 170 جنيه. تمام. انا عامله المنيو ده مش اقتصادي اول مره، زي ما قلت لكم فيه 3 وجبات اقتصاديين والباقي مفيش الا الفراخ واللحمه بس هما اللي مكلفين، والمكرونه بالبشاميل. فطبعا احنا في ناس طبعا ما بتقدرش تعمل اقتصادي اكتر من كده، طبعا لان في رجاله مش بتحب تبقى يعني زي ما هي متعوده، مش فارق معاها بقى الدنيا ماشيه ازاي. تمام.
اليوم الخامس بقى هنعمل كشري عدس، فلفل وبتنجان مقلي، بيض مسلوق، شويه سلطه، مش في السلطه اعملي بيض بالليمون، بيض بالليمون، بصل بالليمون وشويه جرجير. برضو في حدود 30-40 جنيه. هتجيب الراجل وعايزه ب10 جنيه عدس او ب15 جنيه عدس، وهتجيبي بيض على حسب عدد افراد اسرتك. لا تسلقيه لا تقليه، اقليه احسن، هيرمي معاكي وهيبقى موفر. تمام. آه اليوم الخامس او السادس بقى هنعمل ايه؟ هنجيب فرخه، هنعملها صينيه فراخ بالبطاطس كده وشويه رز ابيض وملوخيه. الفرخه ممكن تعملها في حدود 150-160 جنيه. المهم الاكله كلها هتتكلف معاكي، هي البطاطس والفراخ هتبقى عاملها برضو في حدود 160 170 جنيه برضو. تمام. اخر يوم معانا بقى هنعمل شويه مكرونه كده بالصلصه وبيض مسلوق وبطاطس محمره، برضو في حدود 30-40 جنيه طبعا، لان البيض غالي. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. النهارده يوم طالع ويوم نازل، يوم هناكل اكله حلوه وتاني يوم هناكل اكله. بص الاكل كله حلو عامه، بس الفكره في ان احنا بنحاول نوفر وندبر. بتاع النهارده لو جينا نحسبها 200 و100 300 و150 كام يا ولاد؟ هتبقى 470. المهم هندخل في 600، من 600 ل700 جنيه. تمام. اظن حلو اوي 7 اكلات ب700 جنيه او 650 جنيه، حلو جدا طبعا. لان بالتالي اكيد متوفر عندك الرز في البيت والشعريه، دي حاجات اساسيه من خزين البيت. فبألف هنا، وربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ويجعل بيوتكم مليانه البركه، ويحسن دايما بين ايديكم. اللهم امين. اسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.